هنتكلم في الفيديو ده عن الماكرو نيوترينتس اللي هم الدهون والبروتينات والكربوهيدرات. رجاء سيدتي الفاضله طفي البوتاجاز وركزي معايا كده، لان الموضوع ده فيه سوء تفاهم كبير جدا، والمرء عدو ما يجهل. وتلاقيك واخد موقف، لا انا مش عايز اكل، انا هقفل بقي، انا مش عايز دهون، انا عايز بروتين. كل الكلام ده هنبدا نفهم الموضوع ده بيتاخد ازاي واحده واحده كده، ونبدا نفصص الماكرو نيوترينتس دول ونشوف هما الجسم بيتعامل معاهم ازاي، وايه ابسط وحده بيكسرها. لان في ناس كتيره تقولك لا 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 بلاش دهون، ده الدهون دي هي سبب المشاكل كلها. طب حضرتك عارف ان في حاجات، بعض الاحماض الدهنيه وهي اصغر وحده من تكوين الدهون، الجسم مش بيقدر يصنعها، زي الاوميجا 3 والاوميجا 6. لما انت بتقطعهم عن الجسم، الكبد بيعمل محاوله بائسه كده ان هو يصنعهم، وبيفشل في تصنيعهم، وفي الاخر بيبدا ان هو يترسب في الكبد ويعمل لك الكبد الدهني. البروتين اللي انت بتفرح بيه قوي لما بيستخدم كمصدر طاقه، مخلفاته بتبقى تحميل على الكلى. في حاجات كتيره جدا احنا يعني عندنا بناخد من زاويه واحده وبنسيب بقيه الزوايا، وتلاقينا ماكرو نيوترينتس دي ملخبطين بيها الدنيا وملخبطين بيها الجسم، وهو بيبدا ان هو يعترض. حتى في ناس تقولك لا خلاص انا هبدا ان انا اغير الكيمياء بتاعه الجسم، وابدا ان انا استعمل الكيتو بس، وابدا ان انا اقطع الكارب خالص، وابدا اعتمد على الدهون. يعني حضرتك بتشقلب كيان الجسم، بتعدل خلقتك. اذا كان اللخبطه اللي احنا فيها دي هي اللي عامله المشاكل، ان انت مش بتوفر له احتياجاته، فمن باب اولى ان انت تهدي النفوس وتحاول تصلح جسمك. مش تقول لا خلاص انا هقطع عنه الكارب. ممكن قطع الكارب يبقى كويس في حالات علاجيه معينه، زي ما لك في الاول كان جه للناس اللي هي الكانسر، او الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز العصبي، لان الخلايا دي بتتنشط على الجلوكوز وبتتغذى على الجلوكوز، فاحنا عايزين نقللها شويه. فده يعتبر حل استثنائي وبيكون تحت رعايه صحيه. الموضوع مش على قد جلوكوز راح وجلوكوز جه، لا، ما هو اصلا الجلوكوز ده واخد في سكته صوديوم، واخد في سكته بوتاسيوم عشان يمتص. فحضرتك لما بتغير الموضوع ده كله بتأثر على توازن الاملاح والمعادن اللي هي مسؤوله عن انقباض وانبساط العضلات. اللي من ضمن العضلات دي، مش مثلا تقولي جالي كرامب في ايدي ولا في رجلي، لا، ده القلب ده عضلات، ممكن يجيلك فيه كرامب. انت النهارده المصدر الطبيعي للطاقه بيكون الجلوكوز، ولما بناخده بشكل طبيعي مهما كان كميته ما بيعملش مشكله. لكن حضرتك لما تعتمد على الكيتون بوديز، او ان هو الدهون، بتبدا ان هو تطلع مخلفات، بتبدا ممكن تعلي الاسيتون في الدم وتعمل مشكله لو انت احتجت الكميه كبيره من الطاقه. ففي حاجات كتيره انت يعني قبل ما تفكر في ان انت تعدل، فكر في الاول ان انت تصلح وتحاول تشوف احتياج الجسم ايه بالظبط، وايه النسب اللي هو محتاجها. عندنا الثلاث حاجات اللي احنا اتكلمنا عنهم، اللي هي الكربوهيدرات والفاتس والبروتين. زي ما قلنا هنفصصهم، لان الموضوع كمان بيأثر فيه هما ايه الوحدة اللي بتتكون وممكن تتحول لايه. يعني في ناس كتيرة متخيلة ان هي خلاص تمام كده، انا ما باخدش دهون، تمام. طب اذا كان حضرتك الدهون دي ممكن تكون اتكونت من الجلوكوز، لان انا عندي النهارده لما نسبه الجلوكوز بتعلى، المفروض في خلال ساعتين الجسم يرجعها للنسبه الطبيعيه. يعني الجلوكوز ما يمشيش كده يعمل التهابات ويعمل مشاكل، دي مشكله كبيره جدا ان السكر الدم يعلى. وها بيبدا يعملها ايه؟ يا اما يخزنها جلايكوجين في العضلات، او يبدا ان هو يحولها لدهون. فبالتالي موضوع الجلوكوز ده مهم، ان انا النهارده بمتصه بنسبه قد ايه. ودي حاجه تانية مهمه برضو اننا نهتم بامتصاصه. ليه؟ لان انا النهارده عندي الجسم بيرد عليا بالهرمونات. لما ببدا اديله كميه كبيره من الجلوكوز مره واحده، بيبدا يستنجد بالانسولين، ويبدا ان هو ياخده بكميات كبيره. واحيانا كمان لما يكون ما خدتش كميه تتناسب مع الانسولين ده، ابدا احس ان انا محتاجه سكريات زياده. اللخبطه دي بتحصل من ايه؟ بتحصل من ان انا مش قادره ان انا اظبط الدنيا مع بعضها. زي ما قلنا هي بتبدا تدينا ابسط وحده، فكله مع بعضه كده زي الديش بارتي. النهارده لما انت عندك ده جاب كذا وده جاب كذا، بنشوف المحصله. فانا ممكن اخد جلوكوز بسيط وكل حاجه، بس اخد معاه الياف، دي برضو بنسميها اللي هي بتبقى كربوهيدرات معقده. دي بتقلل الامتصاص بتاع الكربوهيدرات والدهون من الدم، فممكن ان هما برضو تقللها. عشان كده بيقولك ان انت النهارده طبق السلطه اللي بتاخده بيساعدك على ان هو يقلل امتصاص الكربوهيدرات اللي موجوده في الرز او الحاجه اللي انت بتاخدها، حتى لو بصوره بسيطه. يعني الموضوع كده محتاج مفهوميه، مش محتاج فتونه وغشيم متعافي وهقطع الماده الفلانيه. عشان كده احنا الكربوهيدرات والبروتين والفاتس هنمسكهم كده مع بعض، ونبدا ناخدهم بشكل مقارنه ونشوف هما بتحولوا في الجسم ازاي.